هتعتبريه كانه كوبايه عادي جدا. لو حضرتك عندك كولدير ممكن تجيب شاكوش ومسمار. انا مثلا مج زي ده كده عشان خاطر خساره. ما عندناش اي مشكله ان احنا نرجع لك المج دوت وهكسره او هخربه زي ما حضرتك شفت، او هركنه هرميه خالص، بس ان انا ما اخسرش العميل بتاعي. هو ده مصير ان انت تشتري من مكان مش موثوق، ان تشتري من مكان تقولي له انا خدت منك منتج بايظ وما يرجعهوش. بتعملي كده اهو، طبق وترميه. حبينا بس نضيف للفيديو ده حاجه، ان زي ما في منتج بايظ بيسرب حراره، في برضه نفس المنتج بنفس الشكل بنفس كل حاجه ما تعرفش تفرق ما بينهم، بيكون سليم، ما بيسربش حراره، بيحتفظ بالحراره المده اللي احنا قلناها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين الفحمان سنتر، اهلا وسهلا بكم. احنا النهارده هنتكلم عن منتج كنا بنجيب منه بالكراتين، الكرتونه الواحده فيها 50 قطعه، ما كانش فيه ولا قطعه فيهم يبقى فيها عيب. اليومين دول او الفتره ديت بقالنا كام شهر كده، لو جبت دستة بس من المنتج دوت تلاقي 2 3 بايظين. المنتج ده هو المج الحراري، سواء كان المج الديجيتال اللي هو بينور من فوق او يعرفك درجه الحراره، او المج اللي بيقولوا عليه ستاربكس اللي هو زي ما حضراتكم كده شايفين. المشكله ايه؟ المفروض المج دوت على الاقل يحفظ المشروب الساخن لمده كام ساعه؟ لمده 4 ساعات على الاقل، ممكن 5 ساعات ممكن، بس هو الطبيعي بتاعه 4 ساعات. حضرتك مثلا تجيب المج ده تاخديه نص ساعه تلاقيه ما بيحتفظش بالحراره، تلاقي الحاجه جواه بردت. هو واحد يعني اقل ما نقول عنه ان احنا مش مسامحينه في الظلم اللي هو ظلمه للناس، وفي الخساره اللي سببها لنا وسببها لكتير من التجار. دخل بضاعه سليمه في بضاعه بايظه ودخلهم في بعض وبدا يبيع كله مع بعض. طيب حضرتك المفروض تعملي ايه عشان تشتري المج دوت؟ المكان اللي هتشتري منه يبقى بيحترم عملائه، يعني يجرب لك المنتج. لو حضرتك خدت المنتج منه بايظ وقلت له ده كان بايظ يبدلهولك او يديك الفلوس على حسب ما حضرتك انت تكوني حابه. احنا هنا مثلا على سبيل المثال اي مج من دوت قبل ما حد بيجي لنا بنقوم جاي عاملين كده، نفتح بعد اذنك هنا نحط جواه ميه سخنه. تمام، لازم تخلي اللي بيبيعهولك يجربه. انا دلوقتي كده حطيت جواه ميه سخنه واقفله، بستنى مثلا ثواني، لو لمسته كده ولقيت فيه حراره طالعه منه هتلاقي الحراره بتزيد معنى كده ان هو بيسرب حراره. لقيت ان هو مفيش اي تغير في درجه الحراره فيه، ما بتزيدش، يعني الحراره بتاعته ثابته، يعني دلوقتي ده كده سخن. ما دام سخن كده تعرفي ان المنتج ده بايظ. انا عن نفسي منتج زي دوت بعمل فيه ايه؟ دوت ملهوش اي لازمه، وهوريكم بعمل فيه ايه عشان مفيش حد يبقى واقف يبيعه او مفيش حد يتضر منه. بتروح للمستورد تقول له بعد اذن حضرتك المج دوت مش شغال، يقول لك ما هو الديجيتال شغال، يعني يقول لك دوس كده هتلاقي الحراره بانت. ما هو لا مؤاخذه انا لما اعمل كده الديجيتال ما بقاش شغال. لا وري لهم اللي حصل، الديجيتال ما بقاش شغال. انا لما عملت كده الديجيتال ما بقاش شغال، ارجعه لك وهترجعه لي حضرتك اه مش شغال. اصل ده كده بالنسبه لي ده بالنسبه لي كده مش مج اهو يا عمنا. بص اهو دوت اللي حضرتك هتعمليه فيه المج، هتعتبريه كانه كوبايه عادي جدا. لو حضرتك عندك كولدير ممكن تجيب شاكوش ومسمار. انا مثلا مج زي ده كده عشان خاطر خساره من واحد ما عندوش ضمير يدخل منتج زي دوت. طب ما هو معلش يعني بيقول لي الديجيتال شغال، يعني انا لو جبت كوبايه من ديت وحطيت فيها ميه وحطيت ده كده هيبقى ده كوبايه مثلا ابيعها مثلا ب 60 جنيه و70 جنيه؟ ما هو مش منطقي يعني. اروح برضو في نفس الفكره يقول لي ما هو معلش بيفتح ويقفل. هو انا مشتري باب؟ هو معلش انا اشتري باب؟ يعني انا لو جبت باب احط فيه شاي واشربه؟ ما هو مش منطقي. ده تعمل فيه ايه؟ اهو طريق تجيب شاكوش عادي بتخرمه من هنا. انا ممكن دلوقتي اعتبر ده كوبايه دوت، والكوبايه ديت اللي ب 4 5 جنيه هو الاثنين واحد. حضرتك هو ده مصير ان انت تشتري من مكان مش موثوق، ان تشتري من مكان تقولي له انا خدت منك منتج بايظ وما يرجعهوش. بتعملي كده اهو، طبق وترميه. حبينا بس نضيف للفيديو ده حاجه، ان زي ما في منتج بايظ بيسرب حراره، في برضه نفس المنتج بنفس الشكل بنفس كل حاجه ما تعرفش تفرق ما بينهم، بيكون سليم، ما بيسربش حراره، بيحتفظ بالحراره المده اللي احنا قلناها. طب الفرق فين؟ الفرق ان حضرتك الفرق مش في المج، المجات كلها نفس الشكل. الفرق كله في ان حضرتك تشتري المنتج من واحد هيرجع لك المنتج لو طلع بايظ، هيجرب لك المنتج زي ما انا وريت لحضرتك كده
في مستورد زي ما في مستورد ما عندوش ضمير، في مستورد عنده ضمير وبيحترم الناس او عايز يكسب بالحلال. هتفرق مع حضرتك ان انت تشتري من واحد يرجع لك المنتج، ما عندوش مشكله انه يخسر ثمن المج في سبيل ان هو يكسب العميل بتاعه، زي ما احنا مثلا بنعمل عندنا هنا. ما عندناش اي مشكله ان احنا نرجع لك المج دوت وهكسره او هخربه زي ما حضرتك شفت، او هركنه هرميه خالص، بس ان انا ما اخسرش العميل بتاعي. واحد ما عندوش ضمير ممكن ما يرضاش، هو عارف ان هو بايظ ويشتريه بثمن قليل بس ما يرضاش يديهولك. وعشان ما نطولش عليكم، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.